إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله عز وجل به الغمة، وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، صلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه وعلى أهل بيته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من قال إن الحب حرام؟ من الذي حرم على الناس أمرا هو من إكسير حياتهم وهو من متع ولذاذات معيشتهم؟ لماذا صارت مفردة الحرام دائرة على الألسن أكثر من دوران الحلال على اللسان، مع أن دائرة الحلال في الشريعة أعظم من دائرة الحرام؟ دائرة الحلال في الشريعة أكبر وأوسع من دائرة الحرام التي أصبحت دائرة على ألسنة الناس. إن الله تعالى قد أباح كل شيء وحرم بعض الأشياء. من الذي زعم أن الحب حرام؟ بل من الذي يستطيع أن يعيش على ظهر هذه الدنيا دون أن يحب أو يحب؟ أليس الحب إكسير الحياة؟ أليس الحب ألذ لذات الحياة وأعظم متعها على الإطلاق؟ بلى. أورد الإمام ابن القيم في روضة المحبين قول الشاعر: إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الهوى فكن فاعترف تبنا فأنت حماه. إذا تصورت بشرا دون حب فإنما تتصور جمادا أو جلمدا أو صخرة. ولست أقول بهيمة من بهائم الأنعام، لأن بهائم الأنعام أيضا تحب وتحب وتربط بين بعضها البعض عاطفة وحياة. كلماتنا في الحب تقتل حبنا. إن الحروف تموت حين تقال حنانيك. لست أعني هذا الحب الذي يشقي المحبين، لست أعني تلك اللوعة وذلك السهر، فما في الأرض أشقى من محب، وإن وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق، فتسخن عينه عند التلاقي وتسخن عينه عند الفراق. لا، لست أعني هذا النوع من الحب، إنني أعني تلك الرابطة العظيمة التي ليست صنيعة بشرية ولا تركيبة كيميائية، إنها هبة المولى ومنة الله سبحانه وتعالى، إذ يقول: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إنني أتحدث عن علاقة الحب الطاهر التي تربط بين اثنين، والتي قامت على عقد المولى سبحانه وتعالى. إنها منة الله وأعطية الإله. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. إذن هو الذي عقد العقد وربط الآصرة، فلذلك كانت هذه العلاقة أسمى ما تكون وأعلى ما ترتجى. إنها سؤال الأنبياء ومطلبهم. لقد دعا موسى أن يجعل الله عز وجل له خلا وفيا وإن كان أخا قريبا ذا نسب، ودعا الصالحون من قبل إلى الاستكثار من هذه العلاقة، فقال علي رضي الله عنه: عليكم بالإخوان فإنهم عدة في الدنيا والآخرة، ألا تستمعون لقول أهل النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. يقول الحسن رضي الله عنه ورحمه: إخواننا أحب إلينا من أهلنا، فإخواننا يذكروننا الآخرة وأهلنا يذكرون الدنيا. الحب في الله ليس شعارا نرفعه،
بل هو دثار نلبسه إن كنا محقين. الحب في الله ولله علاقة من أسمى العلائق، إنها تلك العلاقة التي يقول فيها الحق جل ثناؤه: وجبت محبتي للمتحابين فيها. إنها العلاقة التي تجعل صاحبها على منابر من نور يدركهم عليها الأنبياء والصديقون والشهداء لقربهم ولعلو مراتبهم ومجالسهم. في الحديث الصحيح أن المطيبة الأفواه بالصلاة والتسليم عليه قال: إن من الناس ناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء يضبطهم الأنبياء والشهداء. أتدرون من هم؟ ليسوا الذين جاهدوا وبذلوا وأعطوا وأنفقوا وإلى آخره، وإنما هم الذين تحركت قلوبهم بعلاقة خاصة، أحبوا في الله ولله ولذات الله، اجتمعوا عليه وتفرقوا عليه. إذا ليست المحبة في الله شعارا نبثه في المجالس العامة ونعطيه للكافة بكلمة واحدة: إني أحبكم في الله. لا، العلاقة هذه علاقة خاصة تقوم على معطيات، منها الإيثار، ترك حظ النفس وإعطائه للأخ لقيام رابطة الأخوة والحب في الله تعالى. وأعظم مثال على هذه الرابطة المثال الفرد اليتيم الذي لن تجد في تاريخ الأمم ولا الدول، أتحدى من هذا الموقع أن تجد علاقة كمثل هذه العلاقة وسمو هذه العلاقة وبذل هذه العلاقة، تلك العلاقة التي عقد آصرتها الله عز وجل في السماء وعقد آصرتها في الدنيا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بين الأصحاب، فقامت كأعلى ما يكون وأسمى ما يكون، وجلل الوحي هذه العلاقة بأعطية عظيمة حين قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إن الإيثار في حالة الخصاصة وشدة الحاجة والجوع والفقر والمسغبة هو غاية الإيثار، هو أعلى الإيثار. كان أحدهم يأخذ اللقمة من فيه ويضعها في أخيه، كان أحدهم يستبقي لا يستبقي نفسا فيه فيقدم الكوز من الماء باردا لأخيه أحوج ما يكون إليه. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. هي هذه العلاقة، ومن آثار هذه العلاقة لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. جاء عبد الرحمن بن عوف من مكة أشعث أغبر لا يملك شيئا إلا إزاره الذي يستر سوءته ورداءه الذي يغطي بعضه ويترك بعض، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، فقامت علاقة من الحب والود والتواصل والتبادل والتزاور. فجاء سعد بن الربيع يوما إلى عبد الرحمن وقال: يا عبد الرحمن، هذا مالي فخذ شطره، هذا حائطي فخذ نصفه، وهؤلاء زوجاتي فاختر أحب نسائي إليك فأنزل لك عنهن. عرفتم لماذا أطلقت هذا التحدي؟ أن علاقة ما في الدنيا وأن أقلام التاريخ وأن صحف الحضارات وأن البرديات والمخطوطات لم تنقل لنا أبدا علاقة كانت بمثل هذا السمو وبمثل هذا الإيثار. إن الحب في الله معناه الإيثار، غاية الإيثار. جاء ضيف إلى النبي عليه وآله الصلاة والسلام فلم يجد رسول الله ما يطعم هذا الضيف، وهذا الضيف تربطه برسول الله علاقة الحب، وأصحاب رسول الله يحبون من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: من يضيف ضيف رسول الله؟ فأخذه رجل من الصحابة ثم عمل هو وزوجه فلم يجدا شيئا إلا طعاما قليلا، فآثر به ضيف رسول الله على نفسيهما بل حتى على ولديهما، ثم أطفأ السراج وتظاهر بأنهما يطعمان ليطعم الضيف وهو قليل العين. فلما أصبحوا جميعا نامت العيون، وعين الله لا تنام عن مثل هذه المشاهد ولا عن غيرها، عين الله لا تنام أبدا. نقل الوحي هذه الحادثة للتو إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليصبح ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لقد عجب الله من صديقكما بضيفكما الفاتحة.
صلوات الله وسلامه عليه ورضوان الله عليهم أجمعين. يقول عبد الله بن عمر: أهدي لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأس شاة، فقال: أخي فلان أحوج إليه مني، اذهبوا به إلى فلان. فذهبوا به إلى فلان، فلما وصل إلى ذلك الإنسان قال: أخي فلان أحوج به مني، اذهبوا به إليه. فلا زال رأس الشاة يدور على 7 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حتى انتهى إلى الأول. هذا معنى من معاني حب في الله، ليس الحب في الله شعارا وإنما دثار نلبسه. من معاني الحب في الله التزاور، نقل الأقدام والخطى في سبيل الله، لا على دنيا تجمع بينهم ولا على علائق تربط بينهم إلا الحب في الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث الصحيح أن رجلا زار أخا له في الله في قرية، فأرسل الله على مدرجته ملكا على هيئة رجل. قال: من أنت؟ قال: فلان. قال: أين تريد؟ قال: البلد الفلانية. قال: من تريد فيها؟ قال: فلان ابن فلان. قال: ألا على نعمة تربها عليك؟ بينكم قضاء ديون، بينكم نعمة، بينكم ردود ومقايضات وديون. قال: لا، إلا أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك أن الله أحبك فيه، أن الله أحبك كما أحببته فيه. وكذا المحبة للمتحابين في والمتجالسين في والمتبادلين في والمتزاورين في. الحب في الله ليس شعارا، إن من مقتضياته التناصح والتواصي. قال الله تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بين معكوفتين يا أحبابي في الأثر: من مس الحصى فقد لغى، من يخرج جواله وينظر في الرسائل أثناء الخطبة هذا يبغض، تذهب جمعته، فانتبهوا لذلك. إذن يقول النبي عليه وآله الصلاة والسلام في معنى التواصي، يحقق ذلك صلى الله عليه وآله وسلم، فيربط على كتف معاذ ويقول له ذات مرة: يا معاذ، إني أحبك في الله، لا تدع دبر الصلاة أن تقول كيت وكيت. والله تعالى يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من مقتضيات الحب في الله التجانس والتبادل، ورأيتم من التبادل والإيثار وسمعتم من القصص، والمقام يطول. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، من كان عنده فضل مال فليعد به على من لا مال عنده. وجبت محبتي للمتحابين في والمتبادلين فيه. يقول أحدهم: إني لألقم اللقمة أخي فأجد طعمها في حدي. من مقتضيات الحب في الله التماس الأعذار، لا تقطعه لمجرد أنه لم يرد على هاتفك، لا تتدابر معه لمجرد موقف قد يكون له من التفسير ما لا تعلمه. التماس الأعذار، وأن تكون دائرة الالتماس دائرة واسعة جدا، 70 عذرا، فإن لم تجد فاتهم نفسك لعل له عذرا لم أعرفه. خذ من خليلك ما صفى ودع الذي فيه الكدر، فالعمر أقصر من معاتبة الخليل على الغير. وكنت إذا الصديق نبى بأمري وأشرقني على حنق بريقي غفرت ذنوبه وكظمت غيظي مخافة أن أعيش بلا صديقي. من مقتضيات الحب في الله الدعاء بظهر الغيب، أن تحب لأخيك الخير، فإن لم تستطع أن تبذله، فإن لم تستطع أن تعطيه، فلا أقل من أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يبذله له وأن يعطيه له وأن يقربه له. يقول أبو الدرداء: إني لأدعو في صلاتي ل70 من إخواني، إني لأدعو في صلاتي في سجودي ل70 من إخواني أسميهم بأسمائهم. طيب، إذا حصل هذا ما الذي يعود على المحب؟ يعود له رتب عالية وجزاءات كبيرة. إن علاقة الحب في الله من موجبات الإيمان، أوثق عرى الإيمان كما قال سيدنا رسول الله: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. إنك إذا حققت معنى الحب في الله فإنك تعيش لذة وهناءة وسعادة لا يجدها أحد الناس، بل لو يعلم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدوك عليها بحد السيوف. 3 من كن فيه
وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وهذا شرط الأساس. قد يحب أحدنا من يحسن إليه، من يعطيه، من يقدمه في المجالس، من يمتدحه، لكن هذه العلاقة شرطها أن تكون في الله. أبو إدريس الخولاني يقول: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا يجتمع الناس حوله، فإذا اختلفوا صدروا عن رأيه، قال فأحببته فهجرت من الغد إلى المسجد أي بكرت فوجدته قد هجر قبلي يصلي، فلما قضى صلاته قلت له: إني أحبك في الله. تدرون من هذا الشاب براق الثنايا؟ إنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، معاذ بن جبل. قال: إني أحبك في الله. فقال له معاذ: الله؟ قال: الله. قال: الله؟ قال: الله. قال: الله. يستحلفه عليها ثلاثا. قال: الله، يعني ما أحببتني إلا لله؟ قال: فإني أبشرك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن الله تعالى يقول: وجبت محبتي للمتحابين فيه. إذا لا بد أن تكون في الله ولله، لا على دنيا ولا على أنساب إلى غيرها. الحب في الله حلقة في خارقة الطريق إلى الجنة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. تريد مفتاح من مفاتيح الجنة؟ من أعظم مفاتيح الجنة الحب في الله. الحب يا أحبابي موجب للظل يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، فتكون أدنى منهم وأقرب منهم، فيبلغ العرق والجهل بالناس كل مبلغ. إن من شدة الموت في يوم ذاك، أعاذني الله وإياكم، أن الناس ودوا لو ينصرف بهم ولا بهم. عياذا بالله، عياذا بالله. في هذا الموقف هناك طائفة في البرد والسلام والظل الظليل. من هم؟ إنهم المتحابون في الله. أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. أحبابي، الحب في الله موصل لعلو المنزلة ورفعة الرتبة. إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يضبطهم الأنبياء والشهداء. الحب في الله موجب للسلامة من العداوة. الأخلاء والأصحاب والشركاء أعداء يوم القيامة إلا من كانت رابطتهم في الله ولله. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لي ولكم وللمسلمين والمسلمات الحاضرين والغائبين. أستغفر الله العظيم. الحمد لله على نعمه، والشكر له على تفضله وامتنانه، ولا اله الا الله تعظيم بشانه. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى اله وصحابته واخوانه اجمعين. اذا حصلت علاقه الحب في الله فان هذه العلاقه ينبغي ان تكون علاقه اعدام. يعني اذا كنت تحب احدا في الله فلا تكتم هذا الحب، لا تجعله حبيس الحنايا والضلوع، فإن هذا الصبر لا يقوى على حمل هذه العلاقة المفعمة العظيمة. لا بد أن يخرج إلى العلن في صيغة تعبير.
عند أبي داود في السنن من حديث أنس أن رجلا كان في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر رجل فقال هذا الرجل إني أحبه في الله، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل أعلمته؟ قال لا. قال فاذهب إليه فأعلمه أنك تحبه فيه. فذهب الرجل وقال إني أحبك في الله. قال أحببتني؟ قال أحبك الله الذي أحببتني فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام تمثل ذلك حين قال لمعاذ إني أحبك في الله لا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذا أردت أن تتوثق هذه العلاقة فليكن بينك وبين من تحب التهاني، التواصل، وليس معنى ذلك أن تبذل له من غالي الأثمان، لأن قيمة الهدية في معناها وليس في مبناها. قيمة الهدية ليست فيما تبذل فيه من المال، وإنما في أنك تذكرته وخصصته من دون العالمين بهذه الهدية. وفي الخبر تهادوا تحابوا. من آداب الحب في الله التزاور كما مر. وجدت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتبادلين فيه. وقد قال النبي وكان يروى إذا زرت الحبيب فزرت ضبا. كذلك من آداب المحبة أو الحب في الله إفشاء السلام وبذل النصيحة. بذل النصيحة والتقديم على الطريق وتواصل بالحق وتواصل بالصبر، وأن تكون هذه النصيحة سرا. وأفضل العتاب ما كان في كتاب تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعا. أسأل الله عز وجل أن يملأ قلبي وقلوبكم بمحبته وتعظيمه وتوقيره وبمحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تملأ قلوبنا بمحبته ومحبة صحابته وقرابته، وأن تجعل لنا من هذا الحب مراقي للفلاح يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك أن تملأ قلوبنا بمحبة إخواننا من المؤمنين، وأن لا تجعل في قلوبنا غلا على الذين آمنوا. اللهم سد السخائم من صدورنا، اللهم سد السخائم من صدورنا. اللهم طهر قلوبنا وأفئدتنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا غافر الذنب يا قابل التوب يا مجيب الدعوات يا مقيل العثرات يا من كتب الرحمة على نفسه. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا أجمعين وأن ترحمنا أجمعين وأن تتجاوز عنا يا رب العالمين. اللهم اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم من اطلعت عليه وسترته عن أعين الخلق فاغفره وتجاوز عنه وأتم عليه سترك الجميل، واجعل تحت الستر عملا صالحا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا الزلات وتحمل عنا التبعات. اللهم اغفر لنا الزلات وتحمل عنا التبعات يا الله يا الله يا الله. ما كان بيننا وبينك فاغفره وتجاوز عنه، وما كان بيننا وبين أحد من خلقك فتحمله عنا فلا طاقة لنا به يا رب العالمين. اللهم اغفر لكل من ظلمنا، اللهم اغفر لكل من اغتبنا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم لا تبعثنا يوم تبعثنا إلا وقد طهرتنا من مظالم العباد يا رب العالمين. اغفر لنا أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم إن الجمعة يوم مرجو بتنزل رحماتك ومغفرتك. اللهم اجعلنا أهلا بتلقي هذه الرحمات. اللهم اجعلنا أهلا بتلقي هذه الرحمات. اغفر لنا فمن يغفر لنا إن لم تغفر، من يتجاوز عنا إن لم تتجاوز. فقراء إليك فقراء إليك أذلاء بين يديك. نحن المتسولون على مائدتك، نحن المتوسلون بك، الذين لا يعظمون إلا جنابك ولا يرجون إلا وجهك. أكرم الوجوه وجهك وأعظم العطايا عطاؤك. اللهم يدك سحاء الليل والنهار، تغفر بالنهار لمذنب الليل وتغفر بالليل لمذنب النهار، ولا تزال تغفر وتجود وتعطي جل جلالك وعظم سلطانك يا الله. نحن العبيد أبناء العبيد، اللهم نحن المقصرون في جنابك، اللهم نحن المذنبون أبناء المذنبين. تجاوز عنا يا الله. لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى غيرك، اللهم كلنا إليك، كلنا إلى رحمتك، وافتح لنا من عطاياك ما سألناك وفوق ما سألناك. اللهم واجعل أحق الأحقين للعطايا والرحمات والمغفرة آباءنا وأمهاتنا. اللهم اخصهم بمزيد رحمة وكبير مغفرة. تجاوز عنهم، اللهم أسعدهم، اللهم رضهم،
بهم، اللهم ارض عنهم، اللهم تجاوز عنهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم سامحهم، اللهم اغفر لهم، اللهم سامحهم، اللهم اصلح ابدانهم وعاف اجسادهم وبيض وجوههم ونور بصائرهم واصلح ذرياتهم واجب دعواتهم وحقق مراداتهم يا الله يا الله يا الله يا الله. اجزهم على اليد التي لهم علينا، اللهم انا لا نستطيع مكافاتهم على الاحسان فكافئهم يا رب العالمين. اجعل لهم مكان الحسنى حسنا، اللهم اجعل لهم مكان العطاء زياده، اللهم واجعل الفضل منك اعظم من الفضل منهم علينا يا ارحم الراحمين. اللهم وخص اباءنا وامهاتنا الميتين بالمغفره والرحمه، اللهم لا قبورهم نورا، اللهم اجعل اضرحتهم نورا وسرورا وحبورا، اللهم انس وحشتهم، اللهم انس وحشتهم وانفعهم بدعائنا، اللهم انفعهم بدعائنا ومتعهم باستغفارنا، اللهم انقلهم من رتبه الى اعلى، اللهم انقلهم من الضيق الى السعه، اللهم انقلهم من الشقاوه الى السعاده، اللهم اعذهم من كفر النار واجعلهم في روضه من رياض الجنان يا رب العالمين. يا مولانا يا سؤلنا ورجاءنا، نسألك أن تطيب من يدعو دعاءنا إذا قمنا إلى الأصابع. آمين. اللهم قطعت أعمالنا فاجعل لنا عملا صالحا بدعاء إخواننا وأخواتنا. آمين. ولا تقطعنا من العمل الصالح حتى بعد الوفاة يا رب العالمين. يا الله أصلح شأننا كله وأصلح للمسلمين شأنهم كله. اللهم أكرم بأمة سيدنا محمد أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعصية، يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعصية. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم أصلح حال إخواننا في مصر واليمن وفي ليبيا وتونس وفي العراق وفلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا طيبا مطيبا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز المسلمين في شرق الأرض وغربها من البلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا الله يا الله يا الله اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ول عليه خياره واصرف عنه شراره. اللهم وفق ولي أمرنا عبدك عبد الله بن عبد العزيز لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى واجعل له من أعوانه ووزرائه سندا. اللهم قرب إليه أعوان الخير واصرف عنه أعوان الشر يا رب العالمين. اللهم اغفر لمن أسس هذا المسجد وبناه وصلى فيه ومد يد الخير إليه آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. أقيموا الصف الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر
والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الله سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا
وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الله سمع الله لمن حمده. الله Yeah.